يا مساء الفل عليكم، ازيكم يا حلوين؟ تعالوا نعمل مع بعض مقرمشات سهلة وبسيطة جدا او شيبس الافران بكل سهولة وبطعم ونكهات خطيرة. يلا بسرعة نشوف الطريقة. اول حاجة بمكونات سهلة وبسيطة جدا، معانا 4 كوبايات من الدقيق، معايا نص كوباية من الزيت، معلقتين كبار من النشا، معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة ونص كبيرة من صلصة الطعام اللي هي الجاهزة، وكوباية من المية الدافية. كل المكونات الجافة هنحطها على الدقيق. تمام، نقدر نعجن على ايدينا عادي الشيبس الافران او المقرمشات دي، مفيش اي مشكله، تقدروا تعجنوا العجينه دي على ايديكم. انا بقى حطيت الدقيق وكل المكونات الجافه وقلبتها كويس جدا. هنا بقى على كوبايه الميه حطيت الصلصه وهحط الزيت وهقلبهم كويس جدا. تمام كده، بعد بقى ما قلبتهم وجهزتهم، هبتدي بقى اني انا هضيف كل المقدار ده على الدقيق. طبعا المقادير دي مظبوطه جدا. تمام. وطبعا وانت بتعجني العجينه، لو هي لقيتيها محتاجه معلقه دقيق او محتاجه ميه، مفيش اي مشكله لان ده بيختلف على حسب نوع الدقيق. هنا كده وانا بعجن بقى هضيف مثلثين من الجبنه، بصراحه بتعلي تيست الطعم قوي في المقرمشات دي، وممكن نستبدلها باي نوع جبنه كريمي نحط منه معلقه. تمام كده، هضربها بقى كويس جدا. انا هنا احتجت معلقه من الدقيق. تمام كده، على ال4 كوبايات، مفيش اي مشكله بس المقدار مظبوط. بعدها عجنتها كويس جدا لمدة 5 دقايق، وبكده بقى خلاص معايا ممتازة. شايفين؟ اهم حاجة ان هي طرية جدا ومش بتلزق، يعني ماسكة نفسها، عجينة ماسكة نفسها وطرية ومش بتلزق. هو ده قوام العجينة اللي احنا عايزينه. هبتدي بقى ان انا اقسم العجينة دي، هقسمها نصين. تمام كده، وهاخد النص هقسمه برضو نصين. تمام كده. اول حاجة هبتدي اعمل النص ده كور صغيرة. تقريبا هعمل 8 كور، حوالي 8 كور. تمام كده، هنعمل بقى كور كده صغيره وهبتدي ان انا اكورها. وطبعا وقت الشغل لما هنيجي نشتغل هنشتغل باول كوره احنا كورناها، فنبقى حافظين احنا اول كوره ان نحطهم كده بالترتيب جنب بعض. تمام كده، بعد بقى ما هكور كل النص ده كله، هقول لكم برضو النص التاني هنعمل فيه ايه. كده خلاص عملوا معايا حوالي 8 كور. هنا بقى النص التاني انا قسمته نصين، وخدت كل نص عملته كورة كبيرة. ما شاء الله العجينة حلوة قوي، مش بتلزق، طرية جدا وماسكة نفسها، بصراحة ممتازة. هتعجبكم جدا المكرمشات دي. عايزة اقول لكم كمان هتعمل مقدار حلو قوي، يعني الكمية دي لو احنا هنجيبها من بره هندفع فيها كام؟ وهي اصلا مكوناتها سهلة جدا وبسيطة، نقدر نعملها في البيت. هنا بقى غطيت بقى العجينة بعد ما كورتها، غطيتها بكيس وفوطة، وهسيبها لمدة 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير. بعد بقى ما سبتها 10 دقايق، تمام كده، هبتدي بأول كورة. انا بس سبتها ترتاح عشان لما اجي افردها تتفرد معايا كده وتبقى ممتازة. تمام، فضروري ان احنا نسيبها ان هي ترتاح. لكن هي الفكرة كلها هي مش بتخمر ولا اي حاجة، لان هي اصلا ما فيهاش خميرة. كل القصة ان احنا بنسيبها ترتاح بس 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، وبنشتغل فيها على طول. طبعا وانتي شغالة فيها مشغلين الفرن ساخن على درجة حرارة 200. تمام كده، الفرن سخن. فببتدي ان انا اول حاجة هفرد كل الكور الصغيرة دي، عبارة عن اسطوانات رقيقة. اهم حاجه في الفرد انا حطيت رشه بسيطه جدا من الدقيق. تمام، فردتها كويس قوي. خليتها رقيقه خالص زي ما انتم شايفين، لان الرقيقه دي هتاخد معايا تسويه مظبوطه، يعني اما انت ترققي كلهم زي بعض. لان لو هي تخينه شويه هتطول معاكي في التسويه. تمام، وهتفرق معاكي برضو في الطعم، احنا عايزينها مقرمشه زي بتاعت بره بالظبط. فاهم حاجه ان احنا نرققها زي ما انتم شايفين كده. بحط رشه بسيطه جدا من الدقيق، ما كتريش دقيق، احنا بنحط يعني حاجة بسيطة جدا. وابتدي ان انا افردها بقى بالشكل ده. بس كده انا هفرد بقى المقدار كله، وهحطهم بقى في الصينية. طبعا الصينية اللي انا هحط فيها الاسطوانات دي مش مدهونة زيت ولا اي حاجة. هجيب بقى الاول كورة بقى كبيرة، هبتدي اني انا افردها على قد ما اقدر، ان انا افردها على شكل مربع مستطيل. تمام، زي ما انتم شايفين كده، بتتفرد معاكي بكل سهولة. عجينة ممتازة. زي ما قلتلك امشي على الخطوات هتطلعي يعني احلى مقرمشات في البيت. بعد بقى ما فردتها بالشكل ده، جبت الصاج معايا، برضو الصاج مش مدهون اي زيت ولا اي مواد دهنية، وابتدي افرد عليه العجينة بالشكل ده. وهقول لكم بقى اسويها ازاي. بجيب بقى
النشابه العجله بتاعتي دي، وببتدي ان انا امشي على العجينه بالشكل ده وارققها واشيل الزوايد زي ما انتم شايفين كده واظبطها. وكده دي بقى معايا رقيقه كده ومظبوطه وممتازه بقى. بس بعد بقى ما خلصت الكميه كلها، وبرده الكره الاخيره عملتها نفس القصه، بدهن بقى وش الاسطوانات دي دهنه بسيطه كده من الميه، وبحط بقى سمسم زي ما انتم شايفين. اول حاجه عملتها، اول نكهه عملتها بالسمسم. طبعا الميه دي ضروري ان احنا ندهنها كويس بالميه، ونحط السمسم دي السمسم لاني عشان السمسم يلزق معانا. او ممكن بقى نستبدله ببياض بيضه ندهن بيها وش الاسطوانات دي ونحطها. انا عملت اول صينيتين بالسمسم، وواحده بالسمسم وواحده بحبه البركه. هنا بقى دي عباره عن سمسم وحبه البركه والزعتر، حطيتهم برضو على بعض. وطبعا في كل اسطوانه برضو دهنه وشها بالميه عشان تثبت. انا ما حبيتش ان انا استخدم بيض خالص على الوش، فاستبدلتها بالميه. شوفي انت اللي زي ما تحبي، لو حابه تستخدمي بيض مفيش اي مشكله، لكن انا فضلت استخدم الميه، وادتني برضو نتيجه حلوه. هبتدي بقى ان انا اخر برضو صينيه دي حطيت فيها ربع صينيه، حطيت فيها بذره الكتان. عايزه اقولك بقى الصينيه دي حطيت فيها جبنه رومي زي ما انتم شايفين. وابتدي بقى اقطعها مربعات زي ما بنجيبها كده من اي يعني فرن او مخبز، بيديها لنا كده في علبه وبتكون مربعات، في منها شرايح بالجبنه الرومي، وفي منها كمان بذور الكتان والسمسم، بحبه البركه وبالزعتر. يعني اعملي النكهات اللي انت حباها. هنا برضو قطعت الصينيه دي عاملاها كلها بالسمسم، وعملت كده من الجنب مثلثات وقطعتها كلها مربعات. تمام. طبعا في خلال الفتره دي انا مشغله الفرن، وببتدي ان انا اسوي. بصوا ما شاء الله طالع بقرمشه حكايه، طعمهم حلو جدا، كل واحده طعمها مختلف عن التانية على حسب النكهه اللي انت حطاها من يعني من على الوش. بذور الكتان برضو حلوه قوي ومقرمشه قوي، حلوه جدا، كلهم مقرمشين. عايزه اقول لكم ان هي خدت معايا تسويه من 8 ل 10 دقائق في الفرن، يعني من 8 ل 10 دقائق بتابعها. فاتحين الفرن ساخن من قبلها مسبقا على درجه حراره 200. تمام كده. وخدت معايا من 8 ل 10 دقائق، طلعت معايا بالجمال ده. عايزه اقول لكم تحفه يا جماعه، بتتكسر معاكي كده ومقرمشه. لا حلوه جدا، وخصوصا بقى مع الجبنه كده سناك خطير بصراحه. هنا بقى اللي بالجبنه الرومي، شايفين ما شاء الله بتتكسر معاكي بكل سهوله، حرفيا مقرمشه وحكايه. هضيفهم بقى كلهم كده في سيرفيس. طبعا انا ابتديت ان انا احطهم كده في الطبق مع بعض بعد ما الصاج برد تماما، وابتديت بقى ان انا اخدهم واحطهم بالشكل ده، يبرد معاكي اصلا في ثواني، وحطيتهم في طبق التقديم. نقدر بقى نحفظهم في علبة ويبقوا معاكي كده في المطبخ. نقدر كمان نحطهم في اللانش بوكس للأطفال، لأولادنا في المدرسة، هتبقى حلوة جدا وهتعجبهم ان هي مقرمشة، وبديل صحي طبعا عن عن الشيبسي اللي هم بيحبوه. وهنا دي برضو اللي بالسمسم، عايزة اقول لكم طعمها تحفة، جميلة جدا، خصوصا لما بتكوني مكترة فيها السمسم. واللي بالجبنه الرومي طبعا تحفه، واللي بالزعتر كل واحده زي ما قلت لكم ليها طعم مختلف ونكهه مختلفه بصراحه. هي جميله، انا عجبتني قوي. النكهات، ميكس النكهات اللي انا عملتها دي. شوفي انت انهي نكهه انت بتحبيها وتقدري تستخدميها. وعايزه اقول لكم زي ما انا بحط كده في الطبق وعمالين بناكل منه، بصراحه جميل ومقرمش وطعمه تحفه. بعد خلاص بقى ما حطيته، طبعا لازم نجربه بقى يا جماعه بالجبنه، طعمه حكايه. بتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وعجبتكم الطريقة وتجربوه وتكون سهلة وبسيطة عليكم. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد وصفة جديدة. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير. باي باي. يا مساء